يا صباح الخير، يا صباح النور، صباح الفل والياسمين عليكم. طبعا انا بقالي كتير ونزلتش فيديوهات، وكتير سألتوا عليا وكتير بعتولي. بصراحة انا كنتوا عارفين ان انا كنت لسه والدة، وما كنتش قادرة بقى اقوم اعمل اي حاجة ولا انزل فيديوهات. وطبعا انتوا عارفين ولادة القيصرية بتبقى صعبة جدا جدا. الحمد لله، الله المستعان. المهم بعد ما ولدت بيوم او يومين لقيت ولادي جايين، احنا عايزين يا ماما نتغدى. طب اعمل ايه انا؟ طب اتصرف ازاي؟ ما اخواتكم البنات يجهزوا. يجي جوزي قال لها احنا عايزينك انت تجهزي لنا. قلت لهم حرام عليكم، ده انا لسه والده، ما كملتش يوم ولسه فاتحه في بطني ولده قيصريه. ارحموني يا جماعه، ادوني اجازه. طب خلاص خلوها فرصه الايام دي وانام انا واستريح واخد اجازه من المطبخ. لا احنا عايزينك انت اللي تقومي تجهزي لنا الاكل. بصراحه زي كل مره، زي اي واحده فينا ما شاء الله علينا. يعني مش عارفه اقول لكم انا قمت ازاي لغايه ما وصلت المطبخ. الحمد لله. قلت لهم تعالوا بقى انتوا ودوني المطبخ. هنا بصراحه التصوير يعني ما كان سريع شويه، معلش، لان انا طبعا مش قادره اقف. انا يعني على قد ما اقدر حاولت ان انا اعمل لهم الاكل. طبعا هنا كان دوت كيلو لحمه مفرومه مع خضار، مع ايه، مع معلقتين دقيق حطيتهم عليهم، ومعلقه بيكنج باودر، وكيس كفته. عارفين انتوا كيس التوابل بتاع الكفتة دوت حطيته فيها، والفلفل الاسمر والملح الابيض والكمون والكزبرة والحاجات كده اللي احنا بنعمل بيها شوية ايه الكفتة اللي هنعملها دلوقتي. بصراحة انا لقيت دي اسرع اكلة ممكن اعملها، لاني مش هقدر اتحمل ان انا اقف قدام سخونية البوتاجاز. قلت لهم بصوا بقى ساعدوني وودوني لغاية السفرة عشان اقدر اشتغل. وهنا جبت صينية فاضية حطيت فيها معلقة سمنة ومعلقة زبدة جمسي، سمنة جمسي عارفينها انتوا البلدي كده. خلطتهم في بعض عشان يدي ريحة وطعم في الكفتة. معلش بقى سامحوني، انا كنت شغالة سريع، وانتوا طبعا عارفين ان كل واحدة فينا بتشتغل في البيوت بالايد. مش هقول لكم بقى جوانتي وكده، كل واحدة فينا بتخاف على ولادها وبتغسل ايديها وبتبقى ما شاء الله يعني بتحافظ على ولادها على قد ما تقدر وجوزها. وطبعا جوزي قال لي قومي بقى يا ميسة يلا حضر لنا الغدا. يا جماعة والله أنا تعبانة، أنا أسيب لكم البيت وأمشي أقعد يومين في أي حتة لغاية ما أخف؟ هتقومي تجهزي الغدا ولا تمشي بصحيح؟ قلت لأ، أقوم أجهز الغدا. أمشي إيه ده؟ أنا لسه والدة، أروح فين؟ الناس يعني الناس تقول علينا إيه؟ لأ، أعمل الكفتة أحسن. وزي ما انتوا شايفين طبعا مينفعش أزعل جوزي ولا ولادي. وقلت لأ، أنا لسه بقى هصبح وكده مش قادرة أقعد خالص. ورحت عاملاها كور زي ما انتوا شايفين كده، عشان إيه؟ تدينا يعني عدد حلو. وعملتها كده زي ما انتوا شايفين كور كور عشان تديني عدد حلو. وما شاء الله اللحمة نوعها جميل، ما بتخسش معايا. دايما بنتي بتروح تجيبها لي من عند جزار معين، وما شاء الله عليها زي ما بعملها زي ما بتطلع. وهتشوفوها في اخر الفيديو. معلش بقى استحملوا صوتي، لان انتوا عارفين والله انا تعبانة جدا. الحمد لله. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي. ايه ده يا ميسة اللي في الطبق ده؟ عبارة عن طماطم ومعلقة سمنة، وباخدهم انزل بيهم ومية البصل. كان في مية بصل طبعا انتوا عارفين بتفضل من البصل. باخدهم وانزل بيهم على الكور دي، لان انا في الاول خلطت بصلتين وصفيتهم من المية خالص وحطيتهم على اللحمة. ما شاء الله اللهم صل على النبي. وببتدي ان انا انزل عليها بطماطمية ومعلقة سمنة وادينا من فوق. طبعا لان انا مش قادرة اقف ومش قادرة اشتغل زي الاول، فانا حطيت معلقة السمنة وحطيتها جنبي. انتوا عارفين برضو الجو لسه يعني شايفين العدد. ولا نشتري من بره ولا نروح نجيب سندوتش كفتة. السندوتش دلوقتي شوفوا وصل كام. طب لما نجيب له ولد من الولاد ولا لما نجيب لينا
هيكفي ايه ولا ايه. وجيت هنا رحت ماسكة معلقة وقلت لما اعمل كده كام صبع كفتة لجوزي، لانه هو والله ما يحرمني منه ابدا، ما بيحرمنيش من اي حاجة في الدنيا، فما ينفعش اخلي نفسه فيها حاجة. بدل ما نروح نشتري سندوتش كفتة فيه صبع كفتة او نص كفتة والباقي خضار. وكملت الصينية بصراحة، مش عارفة بقى صورتها او ايه. هنرجع نشوف هنا. هنا نزلت معلقة سمنة على معلقة زيت، يعني نقول معلقتين على معلقتين. وعملت بصلتين قطعتهم صغير ولعت عليهم. بتعملي ايه يا ميسة يا ترى واقفة ازاي قدام البوتاجاز؟ ما قلتلكوا صلوا على النبي بقى يا جماعة. ونزلت بيهم على معلقة توم. انت بتعملي ايه؟ هقولكوا بعمل ايه. قلت الكفتة بدل ما اعمل جنبها مكرونة، بعدين قلت لا، انا هعمل جنبها ايه، الكبسة اللي احنا هنعملها مع بعض دي. زي ما انتوا شايفين حطيت معلقة زيت ومعلقة سمنة، ونزلت ببصلتين. وبعد ما البصلتين اتحمروا معايا نزلت بتوم، كام فص توم كده حسب ما انت عايزة. حابة تحط توم حطيه، مش حابة بلاش منه خالص. وبعد كده بدأ يتحمر ما شاء الله على الريحة، كانت جميلة جدا وتحفة. كنت انا بقى عملت ايه يا ميسة، كنت جهزت البهارات. حطيت القرفة والكزبرة والكمون والحبهان وورق اللورة والليمون والقرنفل زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بيهم كلهم. طب يا ميسة احنا بنحط معلقة السمنة وبنحط معلقة الزيت وبنحمرهم، وبعد كده بننزل بالبصل وبالثوم. لا انا بصراحة ما بحبش احطهم في الاول، انا بعد ما بنزل بالبصل وبالثوم بحب احطهم، باخد كده ريحة البصلة الاولى وريحة الثومة الجميلة، وبعد كده البهارات بتديها بقى نكهة تانية خالص، وبتبقى تحفة ما شاء الله عليها، والريحة بتبقى بتجنن، بتبقى ريحتها بصوا اقسم بالله جميلة جميلة جدا. شايفين وهي بتغلي عاملة ازاي، شايفين البهارات مع التومة مع البصل بصراحة. واحلى كمان الكزبرة يا جماعة، والله جربوا الكزبرة هتلاقوها تحفة. وطبعا نزلت بقرن الفلفل الحامي ده مع قرن فلفل اخضر، مش قرن يعني، انا خدت من ده نص وده نص عشان بيبقى حامي، عشان مبقاش حامي اوي الولاد ما يعرفوش ياكلوا. وانتوا عارفين بقى جوزي عندي ما بيحبش حاجة الحامية، وانا بحط في الفلفل يقول لي هو يا ميسة تزودي عشان انا مش هعرف اكل. ونزلت هنا بطماطم، يعني قولوا بطماطميتين تلاتة، ما زودتش عشان انت كل ما بتزودي الطماطم كل ما بتلاقيها ايه، الكبسة بتضرب معاكي لون احمر، واحنا مش عايزين اللون الاحمر، احنا عايزين اللون الاصفر. شفت بقى الروتين بتاع الست اللي لسه والدة. هو ده روتيننا احنا، ده احنا دايما احنا المصريين بنولد نتعب، لازم نقوم نشتغل. المطبخ ده بناخده معانا واحنا رايحين نتجوز اول يوم، بنعمل فيه تعهد، مفيش راحة. طبعا انا دايما بحب احط يعني قرنين فلفل تلاتة اربعة زي ما هما، بيدوا تحميرة حلوة كده. وبعد كده بلاقيهم في الرز، بحب اكلهم مع الرز، بسيبه زي ما هو مقفول زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، ولا بفتحه من فوق ولا بفتحه من تحت عشان ما يضربش حموين تاني اكتر مع الفلفل التاني ويبقى حامي. وطبعا قلت لكم لسه قايمه من الولاده، يجي جوزي بقى يمشيني، لا خليني ماشيه اليومين دول عشان الدنيا تمشي شويه. نزلت بالرز، طبعا غسلت الرز سبته ينشف. قال لها ازاي يا ميس، طب احنا بننقع الرز ساعه واتنين، او ممكن ننقعها قبلها كمان بفتره. بصراحه انا ما بحبش انقع الرز خالص، اي رز ما بحبش انقعه، انا بحب اغسله وانشفه واعمله كده. طب ليه يا ميسه؟ لاني احنا ايدينا فرطه دايما، ممكن ايدك وانت شغاله تزيد شويه في الميه، يبقى ما يتهريش معاكي ويطلع معجن. وبعدين نوعيه الرز اللي احنا حاطينها ما تعرفيش انت ايه نوعيتها، دلوقتي نزلت نوعيات كتير في السوق كتير، مش عارفين دي ايه ولا دي ايه. في نوعيه ممكن تعجن منك زي ما احنا بنجيب الرز بتاعنا العادي، في نوعيه بتستحملش الميه وفي نوعيه بتعوز الميه. لا انا بقى ايه، بحطه كده عشان لما تزود معايا الميه ما يعجنش مني، وتبقى الواحده كده بوحدتها ومستويه وجميله. ونزلت هنا بالكاري، طبعا كان عندي كاري حامي وعندي كاري كده، فبصراحه ايه قلت ما ادوق الاول عشان برضو ما يضربش معايا. قبل كده عملت الكبسه
وكان جوزي جايب معاه كاري من بره، وجيت حطيت منه معلقة، قسما بالله كان نار، كان عبارة عن نار، ما كنت قادرة اكله. الولاد كانوا بياكلوا فيه ومبسوطين ومش فارق معاهم وحلو وعادي، وانا ما استحملتوش. عشان كده بقولك دوقي نوعية الكاري قبل ما تشتغلي بيها، عشان ممكن تكون حامية وانت عندك حد بياكلهاش. ما شاء الله شايفانا عملت ازاي، حباية بيضة وحباية صفرة. دلوقتي انتوا لو تفتكروا احنا حطينا كل التوابل. انت رحتي فين يا ميسة؟ رحت مش قادرة اوصف لكم وانا رايحة كنت بعمل ايه. عمالة اسند على المطبخ اسند على المطبخ عشان اروح اجيب المية المغلية دي اللي وجعت قلبي وتعبتني، الله يسهل لها. وجيت نزلت المية المغلية لقيتها عايزة تاني، قلت لا ده انت غاوية حتى المية وولادي وجوزي. رجعت تاني اجيب مية مغلية ونزلت على الكبسة. طبعا الفيديو والله عاملاه من كام يوم واتأخرت في نزوله مع فترة تعب بس مش اكتر. شايفين انا بزود مية وانا مش خايفة اهو، مش هبقى قلقانة ان هو يعجن لان انا اصلا ما نقعتهوش. عمالين بقى يقولوا لك الكبسة السعودي والكبسة السعودي، واللي يقول لك يا ريت نكون في السعودية عشان ناكل اكل. اعمليها في بيتك، والله العظيم انا بعمل الكبسة السعودي من الرز العادي. مش هقولك لازم رز بسمتي بالنسبة للأسعار اللي احنا فيها دلوقتي دي. ونزلت بمرق الدجاج، انا طبعا بحب جدا احط مرق الدجاج في اكلي، فانت لو مش حابة بلاش منها خالص. كان فاضل شوية كاري في الطبق، قلت خسارة هتحطوا في الحوض، لا انزلي بيهم يا ميسة. وزودت معلقة كزبرة ان انا دقت طبعا المية قبل ما ازود لقيتها محتاجة. ونزلت بحبة فلفل اسمر، وبدأت ان انا اقلب وهرجع ادوق تاني عشان اشوف الرز بتاعي. ما زودش ملح كتير عشان ما يحدقش مني، عشان لو عندنا ضيف ولا عندنا حد، ويا لو عندك حماتك ولا اهل جوزك ولا حد من صحابك يقعد يتنقر عليكي. ظبطي ملحك. بعد كده ندور نقفل الغطا ونسيبه. لقيته برضو محتاج، شايفين واحدة حاطة تاني واتظبط، ولقيت الطعم كويس ومملحتش قوي زيادة ولا قللت قوي. انا عايزة الرزة تطلع معايا طعمها حلو. ابتديت ان انا اقلب، شايفين المية لغاية فين؟ قلتلكوا عشان ما نقعتش الرز هيطلع معايا، وهوريكوا الرزة هتبقى عاملة ازاي. وفي ناس كتير كمان بيقولوا ايه، طب احنا بنيجي نعمل بالرز السعودي ده الرز بلبن يا ميسة بيطلع معانا ناشف وتحس ان الرز زي ما هو. هقولك ليه، هنتكلم في الموضوع بعدين بعد ما نخلص. انا كنت طبعا مقشره جزر هنا وعاملاه كده في المبشره ونزلت فيه. طب ما حطيتيش الجزر ليه في الاول يا ميسة؟ بصراحه مش عايزاه دبلان، انا عايزه الجزر زي ما هو حلو كده. وخلي في بالك نسيت اقولك على حاجه تاني، ان الجزر بيدي لون اصفر برضو مع الكاري. يعني انت لو عندك معلقه كاري واحده ومفيش كاري موجود دلوقتي جنبك وعندك جزر، ممكن تحطي الجزر بيديكي لون اصفر حلو مع الرز او مع اي حاجه، مع العدس، مع اي حاجه بتطبخيها. طبعا زي ما انتوا شايفين اللحمه نزلنا عليها بالبصل بالخضار. انت شرحت لنا في الاول يا ميسة، ما انا ما جبتلكوش الطريقه، انا قعدت ادور على الفيديو فيه الطريقه بالظبط. بصراحه الحمد لله لقيته ورحت منزله لكم في اخر الفيديو. هنا بقى شايفين اللحمه اهي. طب كميه اللحمه دي كيلو لحمه مفروم. نزلت عليه بصلتين صغيرين، مش هقول لك كبار، بصلتين صغيرين قطعتهم ونزلتهم من الميه. خليت ميه البصل لوحدها والبصل لوحده. حطيت البصل وحطيت توم، يعني قولي 4 فصوص توم على الخضار بتاع الكفتة. وهنا حطيت معلقتين بيكنج باودر، وهنا كيس الكفتة، كفتة الحاتي انتوا عارفينه اللي بيدي ريحة وطعم حلو في الكفتة. انتي مش قادرة تجيبيه او ما انا مش معايا فلوس دلوقتي اجيبه مش موجود، ممكن امشي تمشي طبعا. كفاية الفحمة اللي احنا هنحطها في الاخر هتدي ريحة وطعم تحفة. هنا نزلنا بالبصل بالثوم بالكيس كفتة الحاتي وبالخضار ومعلقتين البيكنج باودر. طب ده ايه يا ميسة؟ اقول لكم، في متابعين كتير بعتولي بصي يا ميسة لما بنيجي نعمل الكفتة
ممكن تبوظ مننا، ممكن نيجي نحطها في البتاع تروح مفكوكة مش ماسكة نفسها. لا انا بحط حبة الدقيق اللي انتوا شفتوهم دول، عبارة عن 3 معالق دقيق او 4 على الكيلو، وارجع احط الكزبرة والفلفل الاسمر والكمون والقرفة وجميع التوابل اللي احنا هنحتاجها في الكفتة. طب انا ما عنديش يا ميسة كل التوابل دي الموجودة عندك مشي بيه، لان دايما بقول لكم احنا هنا في مطبخنا البسيط، يعني اي حاجة موجودة احنا هنمشي بيها، واحنا دايما طبعا كستات ما شاء الله بنعرف نفكر وبنعرف نتصرف. اهم حاجة عندي الكزبرة، دي العشق بتاعنا، دي الكزبرة دي اللي بتدي نكهة وريحة وطعم جميل. لو انت عندك بابريكا، انا برضو كان في اليوم ده ما عنديش، انت عارفين البابريكا الحمراء اللي بنحمر بيها الطماطم دايما في اكلنا، لو الطماطم معانا مش حمراء حط منها وتبقى جميلة. شفت الرز ما شاء الله، صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي بقى كده وتعالوا نشوف الرز ده عامل ازاي. شايفين الرز ده عامله ازاي؟ شايفين بتحرك ازاي؟ جميلة، مستوية وجميلة ولونها والله وريحتها تحفة تحفة يا جماعة، جربوها. طب انا ما عنديش رز في البيت يا ميسة سعودي، انا ليه خليني اروح اجيب كيلو رز يعدي 80 90 جنيه 100 جنيه؟ بقولك انا بعمله بالرز البلدي الموجود عندنا او الرز اللي احنا نشتريه من بره. هاتي كيلو رز على قدك او نص كيلو على الموجودين في البيت. شايفين الرز عامل ازاي؟ ولا عجن ولا استوى مني زيادة ولا ني زيادة، مستوي ومظبوط وزي الفل. شايفين قرن الفلفل اللي احنا حكينا عنه؟ هيتفتح مننا يا ميسة في رز؟ لا مش هيتفتح. شايفين انا واخداه زي ما هو مقفول ومحطوط فوق اهو. شايفين الرز ده عامل ازاي؟ والله العظيم ريحتها تحفة. طب ايه ده يا ميسة بقى؟ اقول لك، كان عندي شوية زبيب على شوية سوداني، وجبت معلقة سمنة اي نوع سمنة عندك وحمريهم فيها وروحي نازلة بيهم على الرز. يا جماله يا حلاوته في الاكل وفي الطعم، ولو عندك ضيوف بقى حاجة تانية خالص. شايفين عامل ازاي؟ كانت ريحته جميله. بص انا حطيت دوت وسبت لي حبه في الطبق، بقيت عماله اكل منه كده والله بالمعلقه، يعني كان طعمه حلو كده. والكفته طلعت زي ما انتم شايفين، ولا في حاجه مفكوكه ولا في حاجه بايظه. عملت معايا كميه جميله جدا، صينيتين ما شاء الله عليهم تحفه. هنا رجعت تاني حبيت اوريكم الرز عامل ازاي. صدقيني يا ميسر الرز البلدي ازاي هنعمل احنا بيه، او الرز العادي بتاعنا ازاي نعمل بيه كبسه سعودي. اقسم بالله جميل تحفه جدا. يعني يا جماعه احنا، انا مش ليه ان انا احلف، انا بقول لكم بس على انا تجاربنا في البيت، يعني احنا لازم نمشي نفسينا يعني. انا ما عنديش رز سعودي، انا هعمل ولادي كبسه واقول لولادي انا عملت لكم كبسه وطعمها حلو وجميل. عندي فرخه، عندي حته لحمه، عندي اي حاجه اعملها جنبها وهتمشي. ولو عندنا ضيوف هتبقى جميله جدا، الكبسه هتطلع نفس الريحه او نفس الطعم، بس فرق الرز بتاعنا مفيش احسن من الرز بتاعنا في الاكل وجميله. هنا طبعا عملت ايه يا ميسة؟ هنا بعد ما خلصت خالص واستوى وزي الفل، كان في حبة جزر فاضلين في الطبق، انا عينت شوية طبعا في طبق في جنب، ارجع انزل بيهم على الرز من فوق. طب ما هو الجزر ني. طب ما يا جماعة انتوا نسيتوا سخونية الرز. شايفين سخونية الرز؟ هقفل بقى عليها الغطا، هيبقى الجزر معاكي كده وانت بتاكلي في الرز مش قادرة اوصف لكم. طلعي نص كيلو رز من عندك من البيت، او طلعي كيلو رز حسب ما انتوا، واعمليه لو انت قاعدة مع حماتك او قاعدة مع عيالك او قاعدة مع جيرانك، اعملي نفس الطريقة وشوفي ايه النتيجة. هتطلع نفس النتيجة ونفس الحلاوة ونفس الطعم. هنا كان في كام حتة لحمة قطعتهم وهنزله لكم وهوريكم بيتعمل ازاي زي ما انتم شايفين. فيديو تاني ان شاء الله. ونزلت بيهم كده عشان اعملهم لجوزي جنب الاكل بقى عشان يرضى عني، الله يهديه عليا ويديني اجازة بكرة من ايه ان شاء الله، من الغدا بتاع بكرة. ايه دي يا ميسة؟ انا حطيت طبعا الفحمة في الكفتة بعد ما طلعت، وكان عندي معلقة سمنة بلدي رحت نازلة بيها عشان تدي رحمة لها، يعني ريحة جميلة ونكهة جميلة فيها. ما شاء الله على الكفتة، بصراحة كانت جميلة جدا جميلة، وكان طعمها حلو جدا وكانت تحفة. طب ايه موضوع الخضار؟ انا بحب دايما احط مع الفحم خضار، تحس كده لما يعني بيسخن بيدي ريحة جميلة ونكهة جميلة للحاجة. دي الصينية التانية برضو فردت شوية الخضار، لان الخضار ده نعمة نعمة جميلة جدا
ولادنا لو مش بياكلوه احنا ممكن ندخله في اي حاجه ياكلوه. وجيت على الطبق اللي في النص هنزل بيه بالفحمه. المره دي حطيت حبه الخضار تحت عشان انزل بالفحم عليها، وارجع انزل معلقه الزيت عشان تدي ريحه وطعم جميل. تعالى اوريكم بقى احنا عملنا ايه في الطاسه دي. ده انا قلت لكم عليه ايه هو يا ميسه؟ السوداني والزبيب لما حمرته حطيت معلقه السمنه دي ونزلت بيه. بصوا اول ما سخن واديته تحميره كده بسيطه حلوه، وتروحي نازله بيه على الرز. قومي زي ما قلت لك جربي، اطلعي بنص كيلو رز من بيتك، والله لو ربع كيلو حسب ما انت هتعملي، وجربي نفس اللي انا عملته كده وشوفي ايه الطعم معاكي. تحفه تحفه، ولا نحتاج رز من غالي ولا نحتاج اي حاجه. اول ما حطينا معلقه السمنه ونزلنا بده، صلى على النبي وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. شايفين الطرقعه اللي عماله تحصل في السمنه دي؟ مديه نكهه وريحه وطعم وجميل جدا للسوداني والزبيب، مش قادره اوصفه لكم. حاجه كده حلوه، حاجه كده تشجعني على الاكل. طب انا ما عنديش سوداني وزبيب يا ميسه، بعتي هاتي ب5 جنيه، قولي لبنتك هاتي ب5 جنيه زبيب على سوداني، هتجيب من اي حد. مفيش يا ميسه معايا 5 جنيه ومش عايزه اجيب سوداني ولا زبيب، بلاش منه خالص. بس انا بحكي معاكي يعني لو في ضيف او في حد وانت عايز تعملي اكله حلوه بابسط حاجه من البيت هتعملي. وهنا زي ما قلت لكم نزلت بمعلقه السمنه ومعلقه الزيت عشان انا عايزه الكفته دي مليانه فحم، ولا هشوي ولا هتعب نفسي ولا بهدل نفسي قدام الفحم، ولا قادره مش قادره اعمل، ولا صدري تعبني. صلوا على النبي يا جماعه، ويا ريت شير ويا ريت لايك ويا ريت تتابعونا.